بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا حبايبي، النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ منين بالعجوه، وهنعمل كعب الغزال، وهنعمل قراقيش. كل ده يا ولاد والله العظيم من كيلو دقيق. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا شويه قراقيش اهوت، وعملنا منين، وعملنا كعب الغزال. شويه كيلو دقيق، والله هتجيبي كيلو دقيق بصي هتعمليه كده، وكفايه ريحه الخير في البيت كده والعجين يا ولاد. يلا تعالوا نشوف الطريقه بتاعتنا وننفذها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا معلقه معلقه من الخميره، معلقه كبيره من الخميره. معايا دي كوبايه، نصها لبن ونصها ميه. نزلت بيها كده على الخميره، وحطيت عليها معلقه من الدقيق ومعلقه من السكر. طبعا اللبن دافي سخن، مش ساقع، دافي، عشان بس احنا في الشتا. بصوا يا حبايبي اهو، غطيته كده بمعلقه وسبته يتفاعل كده على جنب. بعد كده حطيت ايه، معلقه بيكنج باودر، حطيت رشه من الملح، هحط 5 معالق من السكر زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. وهحط معلقتين يا ولاد من السمسم، وهحط معلقتين شمر وينسون، اهو معلقتين سمسم، معلقتين كبار مليانين. وحطيت معلقه، طحنت معلقه شمر ومعلقه ينسون وحطيتهم برضو عليهم بالشكل ده. بس متحضنهمش ناعم قوي، نص طحنه كده في كبه الخلاط وخلاص. بصوا يا حبايبي هنقلب المكونات الجافه مع بعض. هنا بقى ايه، معايا كوبايه من السمن، ومعايا كوبايه من الزيت. بصوا يا حبايبي هحطهم بقى في حله على النار لحد ما يغلوا، عايزاهم يقدحوا معايا. وهنزل بقى بيهم على الدقيق بتاعي. بصوا بالطريقه دي كده يا ولاد، بصوا فور ازاي، اللهم اجرنا من النار وعذابها. السمنه نازله بتغلي ازاي. بصوا بقى هشغل العجان، هيبسلي بس ايه الدقيق مع السمنه والزيت. مفيش عجان، بسيهم على ايدي كده لحد ما ايه الدقيق يختلط كويس قوي بالسمن. بعد كده نزلت بالخميره بعد ما تبس الدقيق مع السمن. بس نزلت بالخميره، احتاج معايا ربع كوبايه ميه برضو حطيتها دافيه. نزلت بربع كوبايه الميه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. واتعجن في العجان. وطب ما فيش عجان على ايديكي مفيش مشكله، ما تبالغيش في العجن. اول ما العجينه تلمي معاكي خلاص، ما تبالغيش في العجن عشان العجن بينشف العجينه يا ولاد. غطيتها بكيس استرتش كده لمده نص ساعه، بدات اشتغل فيها يا حبايبي. قلت بقى ايه، عايزه اغير بقى ايه المنين التقليدي العادي بتاع كل مره ده. لا قلت انا هعمل بقى ايه، جبت القوالب السيليكون بتاعه الصابليه، وقلت اعمل فيها ايه اللي هو المنين بالعجوه. بصوا يا حبايبي عملته على شكل هلال كده، تغيير يعني، من باب التغيير كده ايه، نفسك تتفتح كده مش ايه. ما بحبش انا الروتين كده على طول، بحب التغيير يا ولاد. يعني عملنا شكل كده، المره الجايه نعمل حاجه تانية كده يعني. وممكن تبقى هي نفس العجينه بس اتغيرت، عملنا منها اشكال كتير قوي زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده. بصوا ده على شكل هلال اهو يا حبايبي، وحشيته عجوه زي ما انتوا شايفين، كوره صغنطوطه خالص كده. باخد فيها صباع العجوه وبحطه في قلبها. بصوا بالطريقه دي كده زي صباع الكفته كده بالظبط، عشان هو على شكل هلال. باجي من الحرفين برضو كده وانا بحطه، واروح تانية امشي مع الرسمه بس كده. وقلت بقى ايه، طب ما انا اعمل بقى واحدتين في ايه، في القالب بتاع المعمول. بصوا والله العظيم طلع شكله حلو قوي. عملت حبه صغننين خالص زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، بس طلع جميل وتحفه والله العظيم يا ولاد. اللي هو بصوا العجينه قليله كده والعجوه كتير فيها جميله. بصوا حبيبي الشكل ده على شكل ريشه اهو. وبدات ايه اكمل بقى تاني الهلال تاني. طبعا العجوه بتاعتك هتعملي فيها ايه، انا جبت عجوه اللي هي الفصوص دي يا ولاد، شلت منها النوى، اللي هي العجوه اللي بالكيلو عادي خالص دي بتتباع، شلت منها النوى. وبعد كده سيحت حته زبده، ما قدحتهاش عشان انا عايزه اللبن اللي فيها. يا دوبك سيحتها على النار ونزلت بيها على العجوه، وبقيت اعجن فيها بايدي، وحطيت رشه من القرفه عليها بس كده. وبعد كده ايه، عجنت العجوه لما طلعت بقت زي الملبن بايدي، ما حطيتهاش على النار خالص. انا سيحت بس الزبده مجرد تسيح وحطيتها، وحطيت شويه من القرفه كده، رشه قرفه بس. وحطيت معلقتين من السمسم على العجوه وصبعتها. بصوا يا حبايبي، ودي كانت النتيجه يا ولاد زي ما انتم شايفين كده. بصوا والله في منتهى الجمال. يلا اعملوها يا حبايبي وجربوها، يعجبكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يلا نستعد بقى عشان نعمل حاجه العيد ان شاء الله. بنمهد، احنا عملنا دول بس كده نفطر بيهم تمهيد يعني كده.
ان شاء الله بقى، عشان في العيد ان شاء الله نعمل الكحك والبسكوت والبيتي فور والايام الجميله دي ان شاء الله يا حبيبي. كل سنه وانتم طيبين، واقول لكم سلام عليكم، ربنا يحسن ما بين ايديكم. بصوا حبايبي، والله العظيم بصوا مورق وجميل وتحفه، هيعجبكم قوي. بصوا يا ولاد والله، بصي لو وقعت منك بتتكسر، جميل قوي، طريقه هتعجبكم، وعملنا منها بصوا كام شكل. بصوا حبايبي، طبعا الحته اللي هي بتاعت كعب الغزال ديت معلش والله اتمسحت في المونتاج. بصوا حبايبي واوريكم الهلال، بصوا محشي عجوه ازاي، والله جميل، بتاكليه بيدوب في بقك كده، دوبان في منتهى الجمال. بس خلي بالك من السوا بتاعه كده، ولفي الصاج كده كل شويه عشان يطلع معاكي بالتحمير الحلو ده. بصوا حبايبي، والله كان حلو جدا، والقراقيش كانت جميله. يلا حبايبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي، وجربوه كده ان شاء الله هيعجبكم، الطريقه دي هتعجبكم وهتعتمدوها على طول. يلا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين يا قلب، مع الف سلامه، سلام عليكم.